دكتور مكاوي. بخصوص حماده بقى، والحلقه دي هتكون سافله. هاي الاسود. ولو سنك اقل من 16 سنه حط اشتراك واخرج من الفيديو. في فيديوهات تانية في القناه تعجبك غير ده، ومالكش دعوه بفيديو هدير. هات يلا فازلينك وتعالى معايا على الحمام اوريهولك. هو ايه ده يا اسطى؟ ده قناه عائليه، مكاوي عيب برضه، ما ينفعش. تسرح شعرك بيه ازاي يعني؟ قلتلي. انا النهارده هقول لك على 6 حاجات والدك نفسه اتكسف يعلمهم لك. انا جاي بقى اقول لك ايه اللي اسمه ابوك ابن اللي قاعد عندكم في البيت ده كسف يقول لك ايه. اول حاجه يا باشا اكتب ورايا. تعال نشوف ايه هم. اول حاجه هتنشن بحماده تحت. عمره قبل ما تنش. لا مؤاخذه كده، لما تخش تعمل زي الناس في الحمام الموضوع مش زريبه، الموضوع ليه اصول. خش برجلك اليمين، نزله من على كتفك، ما ترشمش بيه على الحيطه يا فاجر. ما ينفعش تعمل اصوات وانت بتضرب نار. لو الذخيره خلصت قبل ما تخلص انت كده خسرت الحرب يا باشا. حماده مش على وضعه. مبدئيا كده هنرفع عدد التواليت، اوعى تنشن فوق او في الجناب. سن طرف الدبانه اسفل منتصف البط. احنا دايما بننشن تحت. كل حاجه بتيجي من تحت، خليك عارف المعلومه دي. الموضوع بيبقى سايلنت من غير طرطشه. طب وبقى المعلومات يا فنان؟ طب الخمسه الباقيين والراجل اللي اسمه ابويا ده اللي اتكسف يقولهم لي اجيبهم منين؟ انا اقول لك اجيبهم منين؟ اشترك معايا وانا بروح اشوفهم من قناه دكتور مكاوي. بص يا سيدي، من الاخر كده كل الاكشن اللي انت كنت بتشوفه في افلام قبل كده يا مكاوي قناه عائليه برضه. اوعى تتوقع ان هو ده اللي هيحصل. الكلام ده ملوش اي علاقه بالواقع. تتوقع تلبس لبس السباك بقى والميكانيكي يجي وبتاع البيتزا يجي وينسى الفلوس ومراتك مش معاها فلوس. بص مش هتبقى على وضع. مش ده اللي هيحصل اطلاقا، بالذات اول مره ليك انت وهي. طب لو جبتها مطلقه ماتش 1-0. الطبيعي انك انت والبنت حرفيا صفحه بيضه، ما تعرفوش اي حاجه، هتقعدوا بقى تلغوشوا بقى، ده يحط ايده وده يحط رجله وحاجه بتمت. انا حاش لساني بالعافيه وفي افيهات كتير قوي عاوز اقولها بس. لو لقيت البنت بقى عارفه هي بتعمل ايه ومش خايفه. لا البنت خبرة بصراحة يعني. اعرف ان انت لبست. اعرف ان انت لبست او هي كانت بتتابع دكتور مكاوي، وده اوسخ. افضل لك ان هي ما تكونش تمام. ما تقعدش تبني توقعات بناء على انت بقالك سنين بتشوفه في افلام السكس. اوعى تفتكر نفسك ميكانيكي. هنا الرابع حاجه سيطر عليه. ما تبقاش هيجاني ابن الابناء. بخصوص حماده بقى، ايوه يا باشا، ايوه كمل. ساعات حماده بيسرح وتطلب معاه انه يصحى في اوقات ملهاش لازمه. طبعا مش هتفك واحد. يا باشا بقى على ما نكمل الفيديو. عندي جسم احسن منك، فلوس احسن منك، عيشه احسن منك، المفروض تسمع نصيحتي. كنت سيبني انام مع مراتي؟ ايه انا عندي كل حاجه احلى منك حتى حماده. الموضوع ببساطه انا نفسي كان في واحد زيي وزيك لما كنت ببتدي زمان، كان نفسي انام مع مراتي. ايه حتى حماده. الجمهور دلوقتي عنده المفروض تسمع للناس دي، بس للاسف بيفتكرونا يوتيوبرز نصابين. لا يا باشا اسمع، دكتور مكاوي مقفل عدات الزبراميتر. وهنا بقى هنيجي للجمله الثالثه. انت كيوت والله، بس مش نوعي المفضل في البنات. انا فعلا خدت بنصيحه دكتور مكاوي هنا، ورحت كده وبصيت لها في عينها وقلت لها انت كيوت والله بس مش نوعي المفضل في المواد. كانت اسهل ماده عندنا في الجامعه وشلتها. الغريب ان الماده دي كانت اسهل ماده وما شالهاش الا 3 وانا كنت واحد منهم. وهنا بقى انت اديتها كيل، قتلتها. فحسب الله ونعم الوكيل فيك يا عم مكاوي. فانت كيوت والله يا عم المشترك. وهنا بقى حرفيا هتبقى بتنام تحلم بيه. حصل ده كيل شوت ردت في صدري قتلتني. حصل يا ابني. بس يا مكاوي بس يا بابا بس بعد. اخر فيديو كان من شهرين، اكيد ما كنتش بتخنزر الشهرين اللي فاتوا دول. كان في شويه مشاكل بيني وبين الفاينل والحمد لله عدت على خير. المهم الفيديو ده كان المفروض يكون 10 دقايق بس انا قسمته على 2 عشان الغيبه. وطبعا انا مش باري تيوب، اول ما اغيب الغيبه دي كلها وانزل الاقي مشاهدات بالملايين. الحقد باين ولا باين اكتر. المهم لو انت فاكرني يا صاحبي انزل اسال اي سؤال في الكومنتات، بس بلاش تخلف، ولا اقول لك اسال اللي في نفسك يا باشا وانا هرد عليه في فيديو. في النهايه اشترك اشتركوا يا ولاد الشركه.